السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل احلى طاجن سجق. ده كيلو من السجق وبطاطس متقطع مكعبات وطماطم متقطعة صغير ومعلقتين من الصلصة وبصلتين متقطعين وسط وعليها توم، وهنا 3 قرون فلفل وقرن من الشطة، التوابل كزبرة وبابريكا وفلفل وملح، ودي توابل ال7 بهارات. معايا صينية على النار هنزل فيها بحبة زيت، جبت 4 معالق زيت وهحط معلقة سمنة كده. هنزل بالسجق اديله تشويحة الاول، كده نقلبه على الناحية التانية. كده قلبته على الناحية التانية عشان ياخد لون. كده هطلعه كده. بعد ما طلعت السجق هنزل بالبصلة والثوم نديها تشويحة، هنزل بالبطاطس هنزل بالفلفل والطماطم هنزل بمعلقتين الصلصة، هنزل بالتوابل كده. انا خلاص طفيت، انا ما خليتهوش استوى، انا يا دوبك كنت بشوحه كده. بعد ما حتى الفلفل لسه زي ما هو والبطاطس نيه، انا يا دوبك اديتها تقليبتين بس على النار مطرح السجق. هحطها بقى في الطاجن كده. ده الطاجن الفضا اهو. هبتدي ارص السجق عشان ندخله الفرن. عشان يكمل سواه في الفرن. كده خلاص هدخله الفرن. استنوا الشكل النهائي بعد ما اطلعه
عشان نشوف هيبقى طالع عامل شكله ايه وريحته وجماله. ممكن تولعوا النار من فوق على اعلى درجة. هو بياخد في الفرن 15 دقيقة. الله، شايفين السجق بعد ما طلع من الفرن؟ الله على ريحته وجماله، مش قادرة اوصف لكم. الريحة بتاعته تجنن. شايفين حلاوته؟ البطاطس دايبة خالص. طاجن صدق، جربوا وقولوا لي ايه رأيكم. لو الوصفة بتاعتي عجبتكم ما تنسونوش في لايك وشير وتفعلوا الجرس، واللي مش مشترك عندي ينزل يشترك عشان يوصلوا كل جديد مني دايما. مع السلامة.